في سنة 2000 ظهر شخص غامض على الإنترنت وادعى إنه جاي من سنة 2036. هل دي أكبر خدعة في تاريخ الإنترنت؟ ولا فعلا أول مسافر عبر الزمن في القرن 21؟ بداية سنة 2000 ظهر شخص غامض على أحد منتديات الإنترنت، ادعى أن اسمه جون تايتور وأنه جاء من المستقبل من سنة 2036. قال إنه جندي أمرته الحكومة بالسفر إلى الماضي وتحديدا إلى سنة 1975 لجلب جهاز حاسوب قديم من نوع IBM 500 لأنه كان يحتوي على برمجيات نادرة قادرة على إنقاذ نظام التشغيل في المستقبل. الطريق الذي وصف به آلية السفر عبر الزمن كان مفصلا بشكل غريب. تحدث عن آلة تستخدم الطاقة النووية والطاقة الدوارة، وأوضح بالرسوم والمخططات كيف تعمل. ولم يكتف بذلك، فقد بدأ ينشر تنبؤات عن المستقبل مثل حرب أهلية في أمريكا وانقسام البلاد إلى مناطق متحاربة وتطور الأسلحة بشكل مرعب وتفشي أوبئة مجهولة وحتى تغيرات في التقنية والحياة اليومية. المفاجأة: بعض هذه التنبؤات تحققت بعد سنوات، مما جعل العديد من الناس يصدقون أنه قادم حقا من المستقبل. ومع ذلك ظلت شكوك كبيرة تحيط بالقصة. بعض الخبراء قالوا إن جون تايتور كان مجموعة من الأشخاص يلعبون لعبة خدعة، وآخرون قالوا إنه عالم حقيقي كان يحاول تحذير العالم، لكن تحدث بلغة مبهمة حتى لا يمسك عليه شيء. الغريب أن جون تايتور توقف عن الكتابة فجأة في نهاية سنة 2001 واختفى كما ظهر دون أي أثر. منذ ذلك الوقت لم يظهر شيء يؤكد هويته ولا أي معلومات تثبت أنه وجد فعلا، مما أضاف غموضا أكثر للقصة. السؤال الذي يظل بدون إجابة حتى اليوم: هل كان جون تايتور مسافرا حقيقيا عبر الزمن، أم أنه أكثر خدعة احترافا في تاريخ الإنترنت؟